قديستنا النهاردة اسمها ماترونوشكا. هي كانت من روسيا، ومعنى اسمها اسم ماترونوشكا هي رتبة كهنوتية عالية زي المطران باللغة الروسية. اتولدت في 22/10/1881 وتنيحت يوم 2/2/1952. تعالوا نعرف مع بعض ايه قصة حياتها. كان ابوها وامها ناس فقراء جدا، وكان عندهم 3 اطفال، وكانوا عايشين في قرية على قد حالها. فالام حملت بمطرونة، فالاب والام حزنوا جدا لان هما كانوا فقراء، فقالوا احنا مش قادرين نأكل ال3 عيال اللي معانا، ازاي هنأكل الرابع؟ فاتفقوا مع بعض بعد ما قرروا ان يوم ما يتولد الطفل ده هيحطوه في دار ايتام. لكن حصل حاجة غريبة جدا، ان الام بعد ما قرروا الكلام ده حلمت حلم ان في طائر جميل جدا وابيض قوي وليه راس انسان، كان بيطير، وفجأة جه وقف على ايديها اليمين، ولما بصت له لقت ان الطائر ده ملوش عينين. ولما صحت من النوم ما كانتش فاهمة تفسير الحلم، لكن لما جه وقت الولادة وولدت الطفلة مطرونة كانت ملهاش عينين، بمعنى ان من جوه النني وبياض العين مفيش. لكن كانت إرادة الله ان تفضل مطرونة في بيتهم وتتربى في عيلتها. ولما كان عندها سنة كان ابوها وامها بيشتغلوا اليوم كله عشان يقدروا يأكلوا اولادهم ال4. وفي الوقت ده اخواتها ال3 كانوا بيضربوها بيعذبوها وكمان بيلعبوا بيها لانها كانت عامية ومش شايفة حاجة، لدرجة ان هما كانوا كل يوم بيرموها في حفرة قريبة من البيت. وفي الوقت ده كانت الشيوعية منتشرة قوي في روسيا، المسيحيين قليلين قوي، ولو حد فكر يروح للكنيسة ده كان حاجة خطر ومستبعدة. لكن مطرونة كانت الكنيسة بالنسبة لها هي ملجأها الوحيد عشان تهرب من اخواتها وضربهم ليها واهانتها. وهي عندها 3 سنين اتصابت بمرض الجدري، وكمان كان عندها شلل وتوقف نموها، لدرجة ان اللي كان يشوفها يحسها طفلة رضيعة مش عندها 3 سنين. وبعد كده لما بقى عندها 7 سنين ابتدت ان هي تتنبأ بالمستقبل وتشفي المرضى وتعمل معجزات ملهاش حصر. فكان الناس بيدوهم هدايا وفلوس، وهي كانت بتعول كل عيلتها. وبعدين مات ابوها وامها، وفي وقت معين كده قبل الحرب العالمية الثانية راحت لمدينة موسكو، لان الجوع كان موجود في كل مكان، فكانوا الناس بيروحوا للمدن الكبيرة. وسابت اخواتها لان هما في الوقت ده كانوا شيوعيين، وقالت انا هسيب اخواتي ان هما مش بيؤمنوا بالمسيح، وراحت لموسكو وبشرت بالمسيحية الأرثوذكسية، وبيطلقوا عليها لغاية النهاردة المبشرة والنبية. وفي الوقت ده راحت للرئيس يوسف أستالين وقالت له قريب جدا هتبدأ الحرب العالمية الثانية، وقالت له كمان ان الاتحاد السوفيتي هينحل بعد نهاية الحرب. كانت القديسة ماترونوشكا عظيمة جدا في الإيمان، وكان بيحصل على ايديها معجزات كتيرة جدا ملهاش حصر حرفيا. ومنها انه في مرة من المرات طبيب روسي اتلفقت له تهمة ودخل السجن، وكان حزين جدا، ولانه طبيب استغلته ادارة السجن في الكشف على المرضى كل يوم. وفي يوم من الايام عرف ان في حد جوه السجن بيدبر له انه يقضي عقوبة لفترة 15 سنة تانية، فحزن جدا. ووقتها الممرضة المساعدة بتاعته حكت له عن القديسة، وكانت القديسة عايشة في مكان بعيد جدا عن السجن يبعت أميال. فقالت الممرضة للطبيب ما تسخرش مني، بس هقولك حاجة تعملها، نادي بصوت عالي 3 مرات يا قديسة ماترونوشكا ساعديني، وكل مشاكلك هتتحل ومش هتخش السجن لمدة 15 سنة مرة تانية. في الأول الطبيب قعد يضحك، وبعدين راح قال ايه انا مش هخسر حاجة. وفعلا نادى على القديسة، وما عداش ايام قليلة جدا الا وكان خرج براءة من التهمة المتوجهه له. ولما راح عشان يشوفها ويزورها اتفاجئ بحالتها المرضية وفقرها الشديد وايمانها العظيم جدا. وفي الوقت ده اتنبأت له القديسة ان هو هيقف ويخدم في مسبح الرب، وفعلا اصبح مطران، وانتقلت الى الامجاد السماوية سنة 1952.
لكن قبل ما تنتقل قالت للناس اطلبوا مني اي حاجة وفي اي وقت كأني عايشة، وانا هسمعكم وهساعدكم. ولغاية اليوم بتاعنا ده هي بتعمل معجزات، وليها في روسيا كنايس كتيرة جدا باسمها. وفي مكان قبرها عملوا كنيسة باسمها في موسكو، والكنيسة دي لو فكرت تزورها لازم تستنى بالساعات، لان الناس بتجيلها كتيرة جدا كل يوم. انا ما قدرتش اقول لكم على كل معجزاتها لان معجزاتها كتيرة جدا مع ناس كتيرة، بس عايزة اقول لكم انك لو حصلت لك اي مشكلة او واجهت اي ضيقة نادي على القديسة مطرونوشكا 3 مرات، وهي مش هتتأخر ابدا عن مساعدتك. اطلبوا شفاعتها وصلواتها، فهي مقتدرة وشعب روسيا كله بيقدرها جدا. بركة شفاعتها تكون معانا امين. لو خدت بركة اعمل شير للناس خليهم ياخدوا بركة القديسة، وتابع صفحتي.